متوسط الحشات بتاع البرسيم بيبقى 4-5 حشات في الموسم. طيب كل حشة بتختلف عن الحشة التانية؟ طبعا بتختلف في ايه؟ بتختلف في قيمتها الغذائية ومحتواها من الرطوبة. ليه؟ لان بنلاقي الحشة الاولى مثلا نسبة الرطوبة فيها ممكن تصل ل 80-90%، يعني المادة الجافة فيها هتبقى من 10 ل 20%، او من 10 ل 15% في الحشة الاولى. يعني الكيلو هيديني من 100 ل 150 جرام مادة جافة. طيب في الحشات الثانيه والحشه الثالثه نسبه الرطوبه بتقل شويه، بتبقى 85 ل 80%، ونسبه الماده الجافه بتبقى حوالي من 15 ل 20%. طيب كل الحشات بتبقى قيمتها الغذائيه زي بعضها؟ لا، الحشه الاولى بتبقى قيمتها الغذائيه اقل نظرا لارتفاع نسبه الرطوبه فيها. بعد كده القيمه الغذائيه بتزيد، وكمان نسبه المكونات بتاعه الماده الجافه بتزيد، وكمان نسبه البروتين بنلاقيها بتزيد. حلقة البرسيم الكاملة على يوتيوب. جرين جلوب، شريكك في الأعلاف والتغذية الحيوانية.